علي لطفي من اللعيبه المحترمه اللي جت الاهلي وقعدت دكه وما اتكلمتش، وبرغم كده في الاوقات اللي كان بينزل فيها كان بيسد، وعمل اداء جبار في الاوقات اللي كان بينزل فيها وسد كتير. فجه الدور دلوقتي ان هو هيرحل، ولكن هيرحل وهو خارج من الباب الكبير، معاه 3 افريقيا ومعاه سوبر افريقي ودوري وكاس وعمل كل حاجه، وبرغم كده هو اتحسب ان هو من اللعيبه المحترمه اللي قعدت في الاهلي. علي لطفي بنسبه 99.9% الى نادي زد. الصفقه اللي بعد كده اللي الاهلي هيخرجها لنادي زد هو شادي حسين. شادي حسين من اللعيبه اللي طلبها زد بالاسم، تمام، ومن اللعيبه اللي هيبني عليها التشكيل الهجومي بتاعها. شادي حسين برده من اللعيبه اللي جت قعدت ما اتكلمتش، يمكن ما خدش فرصه عشان يثبت نفسه، تمام، وجه في صفقه تبادليه بينه وبين احمد ياسر ريان. ولكن انا واثق شادي حسين لما هيروح لنادي زي نادي زد ويلعب تحت ضغوطات اقل هيرجع نجم من نجوم الدوري المصري مره تاني، وممكن كمان يقدر يروح منتخب عشان لعيب عنده امكانيات كبيره. هو وعلي لطفي هيكونوا اضافه كبيره لنادي زد، خصوصا ان هم خرجوا من نادي